الناس اللي شعرها ناعم او اللي شعرها معمول بروتين او اللي مش بيثبت في الكيرلي، هاتي المفك وتعالي ورايا علشان اوريكي احلى كيرلي هيثبت معاكي اسبوع. اكيد جربتي تروحي الكوافير ومجرد ما نزلتي الكيرلي فك، واكيد كتير حاولتي تثبتي شعرك على قد ما تقدري ومعرفتيش. احلى طريقه لعمل الكيرلي بالمفك من اختراعي، مش هتبطلي تعمليها بعد كده. كملوا الفيديو للاخر علشان تعرفوا التكات كلها بتاعته وتطبقوا في البيت. مساء الفل عليكم، ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد زي ما متعودين. النهارده عندنا طريقه كيرلي جديده من اختراعي، لسه جايه لي طازه من 3 دقايق في دماغي، قلت اقوم انفذها فورا ونعملها مع بعض. وهي اول حاجه قبل ما اقول لكم انا هعمل الطريقه دي بايه. الطريقه دي للناس اللي شعرهم ناعم، اللي شعرهم مش بيعمل كيرلي اصلا، مش مموج، او اللي شعرهم معمول بروتين، او اللي بيعملوا شعرهم ومش بيثبت نهائي في الكيرلي. الطريقه دي ممتازه لاي حد شعره مش بيثبت في الكيرلي. هو ده الكيرلي اللي انا عملته النهارده، هقول لكم انا عملته ازاي، وهتيجوا معايا بكل التفاصيل والحركات والسلطات والكلام اللي انا بقوله كل مره ده. الطريقه بتاعت النهارده دي للناس اللي عاملين بروتين واللي شعرهم ناعم واللي الكيرلي مش بيثبت فيه، وبنعمل الشعر وهو ناشف مش مبلول. اوكي، ومش بنحتاج نحط اي حاجه خالص، الشعر بس يبقى ناشف. لكن لو الشعر ناشف وبيهيش يفضل نعمله بالبيبيليس او نعمله سشوار او يكون ملفوف، المهم يكون الشعر مفرود مش هايش. اوكي، الطريقه بتاعت النهارده هي طريقه المفك، طريقه النجار. النهارده يا جدعان معانا طريقه بتاعت الكيرلي هنعملها بالمفك ده. الكيرلي ده كله انا عاملاه بالمفك ده، صدقوني وبامانه. تخيلوا الكيرلي ده معمول بالمفك. عايزين تعرفوا ازاي؟ تعالوا معايا نكمل الفيديو وتعلموا معايا تعملوه ازاي بكل تفاصيله وحركاته. اوكي، يلا بينا. هنبدأ مع بعض الطريقة. احنا عندنا مفك زي ما قلنا، عندنا كمان حاجة تانية، عندنا 2 فويل، حتتين فويل. الحتة الأولى هنطبقها مدود كده. اوكي، ونبتدي نلفها على المفك. شايفين شكل المفك عامل ازاي قبلها؟ عادي مفك، صليبة، عادة، اي حاجة يعني. هبدأ الف بقى الفويل علشان المفك رفيع قوي، فانا عايزاه يتخن شوية على اساس ان انا اقدر الف حواليه الخصلة كده بالشكل ده. وافضل اكبس فيه على اساس ان هو يبقى ناشف كده بالطريقه دي اهو. مش عارفه بقى علشان الفويل فيه بيلمع فمش واضح قوي قدام الكاميرا، بس اهو. اوكي، ده شكله. لو حسيتي ان هو ممكن يتخلع من المفك ممكن تحطوا حته تاني هنا علشان تقويه. المهم ان هو لما اصلا بتدوسي عليه كويس كده خلاص يعني مش بيفلت. طبعا انا موجوده في المطبخ علشان ابقى قريبه من البوتاجاز. هولع البوتاجاز، انا قاعده لكم جنب الفرن على طول. انا قسمت شعري 2، طبعا مش هشوي شعري على البوتاجاز يعني، استنوا هتعرفوا دلوقتي. قسمت، انا شلت القصه لوحدها وقسمت شعري 2. شعري انا مش عاملاه حاجه، انا بس دايسه عليه بالبيبيليس لان في حتت فيه بتهيش جدا. مش طبيعه شعري طبعا ان هو بيبقى كده، لكن انا عشان عامله الفيديو للناس اللي عاملين اصلا بروتين او اللي شعرهم مفرود لوحده فكان لازم يبقى مفرود كده. هو الشعر بيبقى مفرود فمش بيعمل كيرلي زي الكيرلي اللي عملناه قبل كده ببذر الكتان. فالناس اللي شعرها مش بيعمل كيرلي بيبقى مفرود كده. اوكي، يا اما من البروتين يا اما بقى بايظ من المكوى، يا اما هو طبيعته كده سايح ونايح وحرير وما بتعرفش تعمل فيه اي حاجه بسبب ان هو ناعم بزياده. قسمت الشعر كده
هلم الجنب ده لوحده وهشتغل الاول على الجنب ده. هاخد منه خصله. انا طبعا مش حاطه المفك على البوتاجاز، انا حاطاه بعيد لحد دلوقتي، انا ما حطيتهوش. زي ما انتم شايفين اصلا شعري بصوا هايش ازاي، مش معمول اصلا، بس انا خدت الحاجات اللي من قدام دي علشان ما يبقاش هايش قوي يعني، لان شعري اصلا طبيعته اصلا مموج. هناخد خصله كده. انا هوريكم كام خصله وبعد كده هفصل الفيديو علشان ما اطولش عليكم، بس علشان اوريكم الاول بتتعمل ازاي. المفك اهو كام ثانيه وانا معاكم. بمشيه على النار بالراحه خالص على اساس ان هو يسخن شويه. ورق الفويل حلاوته ان هو مش بيخزن الحراره، يعني بيسخن بسرعه وبيبرد بسرعه. فطبعا تاخدوا بالكم ان انتوا ما تتلسعوش. كده سخنته شويه، يعني مش سخن قوي بس يعني الى حد ما دافي. هنشوف مع بعض، اصلا ممكن يكون لسه ملحقش يسخن بس هنشوف مع بعض. كده كام ثانيه، لسه ما سخنش قوي. هوريكم بصوا لما تجربوا خصله كده اعرفوا ان هو لسه ما سخنش قوي. هي عملت شويه بس مش هو ده اللي انا عاوزاه. انت هتحتاجي في الاول كده كام دقيقه تعرفي تظبطي بيها الحراره. انت بتمشيها على البوتاجاز شويه. انا بس ايه مش حابه ان انا اسيبه على البوتاجاز كتير علشان اجيب الحراره المظبوطه بتاعه شعري. طبعا ده البديل بتاع المكوى اللي هي الرش برش والحاجات العاليه اللي اصلا بتبقى بمبالغ يعني. لفيته شويه كمان وهجرب للمره التانيه. اهو ده اللي انا عايزاه. انا بقى بدأت كده هسيبه على النار عقبال ما اطلع الخصله اللي بعدها، عشان انا حسيت ان هو محتاج يتساب كام ثانيه كده. ادي تاني خصله. كام ثانيه وبعد كده بسيبه بالطريقه دي. شايفين حلو ازاي؟ طبعا اللي شعرهم يعني ناعم بزياده يفضل ان هم يثبتوه بعد ما يخلصوا، ولما تخلي الخصله رفيعه بيثبت اكتر من كده. رفيعه، وكل ما تطولي سيكه على المفك تسيبيه شويه ملفوف على المفك كل ما يدي افكت اكتر من كده، يعني تبقى اللفه بتاعته مظبوطه اكتر. انا طبعا علشان قدام الموبايل ومش شغاله بمرايه، لاني يعني انا قاعده في المطبخ فمش متحكمه قوي في شعري، بس انا هوريكم كام خصله في البدايه وبعد كده هفصل واكمله مع نفسي وارجع لكم تاني. اوكي كده كل ما ترفعي الخصله، اصلا انا كده حاسه ان انا عامله الخصل تخينه شويه، لكن كل ما ترفعيها كل ما الافكت يبقى افضل بكتير. اهي واو. كيرلي يا جماعه بالمفك، اي مفك عندك في البيت. خلصت الجنب ده هكمل الجنب التاني، بس بوريكم هو الشكل عامل ازاي بالظبط. انا طبعا مش متحكمه قوي ورا فكروت ورا، بس يعني في خصلتين تلاتة كده مش عارفه اعملهم كويس، هعيد عليهم تاني ورا وهرجع لكم تاني بسرعه. هكمل هنا وارجع لكم تاني، بس هتشوفوا معايا برضو كام خصله من الجنب ده.
علشان تثبت في دماغكم بالظبط الطريقه. انا ممكن السع نفسي كده، تلفي كده. اهم حاجه الاطراف بتاعه شعرك ما تسيبيهاش، خليكي ماسكاها في ايدك، يعني الطرف تفضلي ماسكاه في ايدك ما تسيبيهوش، عشان الفويل الملمس بتاعه بيبقى خشن شويه فممكن يشبط في شعرك. وتحاولي على قد ما تقدري تكوني مخليه الفويل يعني متساوي، مش خشن قوي. انتي وشطارتك بقى يعني. اهو شايفين الابداع يا جماعه؟ مفك. انتوا عارفين يعني ايه مفك؟ انتي ماسكه بيبي مفك. حبوها معايا اكتر ما انا حبيتها. على فكره الفكره دي اصلا ما شفتهاش في اي مكان بامانه، يعني دي حاجه اختراع كده، علشان انا ادمان كيرلي، وعلشان في بنات كتير قعدت تقولي لا احنا عايزين طريقه تانية، فقعدت بقى افتكس لكم كده وانا رايقه لحد ما جبت لكم طريقه. يعني هكمل وارجع لكم تاني علشان ما اطولش عليكم في الفيديو. خلصت الجنب التاني زي ما انتوا شايفين. طبعا انا لسه هفكه وهديله فوليوم عن كده. لما بيتفك بيدي فوليوم كتير عن كده، بس شايفين اصلا الجمال اصلا يعني، ولا اجدعها كوافيره ولا تحتاجي الكوافير ولا المريان ولا الكلام الفاضي ده. help yourself، احنا في حظر. هعمل معاكم القصه كده اهو بشد شويه وانا بعمله. خليكي ماسكه طرف شعرك ما تسيبيهوش ابدا علشان ترجعي تاني كده. على فكره كل ما كانت الخصله رفيعه كل ما كانت احسن، بس انا ماليش خلق خالص ان انا اقعد اعمل لنفسي، فانا بحاول اعملها رفيعه على قد ما اقدر كده. بس لما بتكون رفيعه بتبقى احلى كتير. وعلى فكره لو انتي مش عايزه الكيرلي رفيع قوي ينفع تعملي تدخني الفويل، يعني تزودي طبقه الفويل فيطلع معاكي عريض عن كده، الويفي اعرض من كده عادي كأنك عاملاه عند الكوافير على فكرة. وعايزه اقول لكم ان حراره الفويل اصلا مش بتبقى عاليه زي المكوى اصلا او البيبي ليس. يعني المكوى او البيبي ليس وانا بعمل شعري كده بيطلع ريحه، لكن دلوقتي صدقوني مفيش ريحه خالص. الحراره بتاعته مش عاليه. بصوا كمان ثواني يا جماعه. انا مبسوطه قوي بامانه من اللي انا اكتشفته ده، يعني انا مبسوطه بنفسي قوي. لو انت حاسه ان انت مش هتبقي سريعه تبقي تهوي شويه المفك علشان ما يبقاش درجه الحراره عاليه قوي. بصوا اصلا هو في ثواني بياخد الشكل. انا لو اقعد احكي لكم انا مبسوطه بنفسي قد ايه مش هتصدقوني. هخلص اخر خصله دي بقى واجي لكم تاني. اوكي يا سلام. خلصت شعري كله ورجعت لكم، وايه رايكم بقى؟ شايفين انا يعني مش عايزه اقول لكم انا مبسوطه قد ايه. لو حد شعره بيفك بسرعه، انا لسه ما ثبتوش. بصوا هو لسه طري جدا لسه معمول. شعري انا وارد جدا ان هو ما يفكش عشان مش ناعم قوي، بس الناس اللي شعرها ناعم قوي وشاكه ان هو ممكن يفك ممكن قوي ترش سبراي اللي هو المثبت بتاع الشعر. بس صدقوني شعري طالع اكتر، يعني احسن كمان مما بعمله بالبيبي ليس في الكوافير. شعري من النوع اللي لما بعمله بالبيبي ليس بيسيح بزياده، بيبقى ناعم قوي لما بيتعمل بالسشوار وبعد كده بالبيبي ليس، فما بيثبتش نهائي بالمكوى بتاعه الكوافير. مش عارفه حاساه يعني المره دي مدي فوليوم حلو قوي وثابت، ويعني انا مبسوطه بيه قوي.
هنعكشه كده واثبته لكم بالمثبت وارجع لكم تاني بسرعه اوريكم شكله النهائي. رجعت لكم تاني، ثبت حطيت يعني حبه صغيرين من السبراي، بس يعني جيت انفخه حسيت ان هو هيبقى كتير قوي. ممتاز ممتاز ممتاز، الطريقه دي لازم تجربوها، لازم 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 حقيقي. شعركم يعني الفويل والموضوع بتاع المفك وتلفي عليه فويل، الحراره فعلا بتبقى مش عاليه، و لا لازم تجربوا لازم تجربوا. حتى يعني جربي على كام خصله من قدام كده وشوفيها هتثبت معاكي ولا لا. صدقوني طريقه هايله وهتعجبكم قوي قوي. بصوا جربوها، روحوا جربوها. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو، طبعا زي ما انتم عارفين الكلام الكتير اللي انا بقوله في اخر الفيديو، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك عليه علشان تشوفوني تاني، وعلشان صدقوني بقعد افكر لكم في افكار حلوه تفيدكم وتنفعكم واحنا قاعدين في البيت كده. ما تنسوش تعملوا لي لايك، وما تنسوش لو انتي مش مشتركه في القناه تشتركي في القناه وتفعلي الجرس علشان لما انزل فيديو جديد يوصلك على طول. بحبكم كلكم.